وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. في مشهد مهم لاستلام الصحف. يرسل الله تعالى ريحا. أولا الصحف بتبقى موجودة يوم القيامة تحت عرش الرحمن، فيرسل الله تعالى ريحا تأخذ هذه الصحف لتطيرها. تنتشر الصحف أمام الناس في الجو، ويبدأ كل واحد ياخد الصحيفة بتاعته بأمر من يقول لشيء كن فيكون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. خلاص؟ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابه. فالإنسان يبدأ ياخد الصحيفة بتاعته. ياخدها ازاي؟ ورد قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمين. فالراجل ده جاي عليه الصحيفة، الإنسان ملوش تصرف، يعني لا ليه قدرة على إنه يرفع يده اليمين ويده الشمال، لا خلاص، ده ترتفع بتصرف الله سبحانه وتعالى فيه. فربنا جعله من أهل اليمين، يقوم رافع واخد الكتاب بيمين. أو إذا كان من أهل الشمال، أهل الشمال اللي هم إيه؟ اللي بياخدوا الصحيفة بإيديهم الشمال. طب ورد: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فقالوا إنه والعياذ بالله ياخدها بشماله من وراء ظهره. واضح؟ يبقى أصحاب اليمين وأصحاب الإيه؟ أصحاب اليمين ياخدوا الكتب باليمين. أصحاب الشمال إيده الشمال تكلوي تبقى من وراء ظهره وياخد الصحيفة بالشكل ده. كفانا الله وإياكم شر ذلك. إيه الفرق بقى بين أهل اليمين وأهل الشمال؟ قال لي: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. هاؤم يعني إيه؟ خذوا، امسك، شوف، تعالى بص كده، اطمئن، اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي أنا كالعادة. بس الظن بيستخدم بمعنيين. المعنى الأول اليقين، والمقصود به معنى الظن في هذه الآية: إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أنا كنت متأكدا من أن هناك يوم قيامة وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا فيه، فأنا كنت متأكد من كده. طيب، المعنى الثاني للظن غلبة الرجحان. أنا أظن إنه أحمد في البيت، متأكد ولا مش متأكد؟ أظن، برجح إنه في البيت، لكن مش متأكد ولا بشوف. الشك 50% قصاد 50%، متأكد 100%. من 50 ل100 ده اسمه إيه؟ اسمه ظن. ممكن يكون في البيت. طب بنسبة كام؟ بنسبة 40 30 20. من 50 ل0 ده اسمه وهم. أحمد فين؟ ما عنديش فكرة، ما أعرفش، ده اسمه جهل، ما أعرفش. واخدين بال حضراتكم؟ يبقى جهل 0، بعد كده وهم، بعد كده شك، بعد كده ظن، بعد كده يقين. تمام؟ فكلمة الظن تستخدم إما بمعنى غلبة الظن أو بمعنى اليقين. المقصود بها هنا إني ظننت، بمعنى إيه؟ تيقنت أني ملاق حسابي. فربنا يقول: فهو في عيشة راضية. في عيشة راضية يعني هو يرضى عنه. في جنة عالية أجرها عالي، قطوفها دانية. لما تحب تقطف تلاقي الثمار قريبة منك، مش هتتعب عشان تطلع النخلة تجيب منها بلد. هذه معنى قطوفها. فربنا يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. مش كنت بتصوم في الدنيا ومنعت نفسك من الأكل والشرب؟ يقول لك: كلوا واشربوا. طيب، الثاني بقى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، يبدأ ينطق: يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريتني ما كنت خدته، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، اللي هي إيه؟ يا ريت الموتة اللي
منصب ولا معايا فلوس، طب اعمل ايه؟ فربنا يقول خذوه فغلوه اربطوه ثم الجحيم صلوه، ارموه في نار الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، القطر بتاعها 70 ذراع، اربطوا بيها فاسلكوه. واضح؟ ايه مشكلته؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم الى اخره. واضح؟ يبقى دي اهل اليمين وادي اهل الايه؟ الشمال. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ايه هو الثبور؟ الهلاك. يا ريتني كنت مت، هذه اللي هي يا ليتها كانت القاضيه. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعير، درجه ثانيه من درجات النار، جحيم هناك حاقه، وادي في الانشقاق السعير. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسؤول. يعني كان بيضحك وفرحان، الفرحان الفرح المطغي، كان بيتريق على المؤمنين. ربط الايات مع بعضها، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان المسلمين سينتصرون على كسرى وقيصر. فكان اهل مكه لما يشوفوا واحد من المسلمين معاه يقولوا ايه؟ يقعدوا يتريقوا، هؤلاء هم ملوك الارض، هؤلاء الذين سينتصرون على كسرى وقيصر. فربنا قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا لما يعدوا عليهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم لما يرجعوا بيتهم انقلبوا فكيرجع عمال يضحك على المسلمين. واذا راوهم لم يقالوا ان هؤلاء لضالون، دي ناس ضلوا، المسلمين دول ضالين. فربنا بيقول انت شاغل نفسك بغيرك ليه؟ خليك في نفسك. هو انا قلت لك خد بالك من المسلمين؟ انا قلت لك انت فكر في امر الالوهيه وما ارسلوا عليهم حافظين. طب يوم القيامه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قيل انه اول من ياخذ كتابه بيمينه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طب فين سيدنا ابو بكر؟ من السابقين. مش سوره الواقعه بقى قالت قسمتهم اصحاب الميمنه واصحاب المشأمه، مش كده؟ اللي هم بتوع اصحاب الشمال. وقالت ايه؟ والسابقون السابقون اولئك المقربون، سبقوا الى الله سبحانه وتعالى فجعلهم الله تعالى من المقربين. وانا واثق انك لو قرات تفسير ابن كثير على سبيل المثال وشفت الفرق ما بين نعيم اصحاب اليمين ونعيم السابقين تزعل لو ما كنتش منهم. فرق كبير. اقول لك على حاجه بسيطه. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الرحمن بيقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما ذواتا أفنان. تمام؟ أفنان غصون منظر له. وبعدين يقول فيهما عينان تجريان ومية بتجري فيهما من كل فاكهة زوجان. الناس قاعدين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين. وبعدين يقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. وبعد كده يقول ايه؟ ومن دونهما جنتان، في جنتين اقل منه. ومن ايه؟ دونهما جنتان. قارن بقى الايات مدهامتان فيهما عينان نضاختان. نضاختان يعني ايه؟ عارف النافوره بتنضخ. طيب الاولاني فيهما عينان ايه؟ عين بتجري، الثانيه نضاختان. الاولانيه فيهما من كل فاكهه زوجان، الثانيه قال فيهما فاكهه ونخل ورمان. شفت الفرق؟ فيها واحده فيها من كل انواع الفاكهه، الثانيه فيها فاكهه بس فيها نخل ورمان. يعني لكن دول ايه؟ اقل. ده معناه ايه؟ معناه انك تتسابق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا الى مغفرة من ربكم. قال سابقوا، مش كده؟ امرنا بالسباق. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اعمل سباق معاك في الدنيا عشان ايه؟ امتلاك سيارة، طب انا بكره هسيبها. امتلاك منزل، عمارة، فيلا، قصر، بكره هسيبه. انما
إنما التنافس الحقيقي في الباقي. التنافس الحقيقي في الأمر اللي سيبقى، في الأمر اللي هيدوم. يبقى نتنافس بقى مين يتصدق أكثر، زي ما كان بيعمل سيدنا عمر بن الخطاب مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مش كان بيطلع لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة أمر المسلمين بالصدقة، فسيدنا عمر بن الخطاب أخذ نصف ماله. شوف عشان تعرف بقى الفرق ما بين أصحاب اليمين والسابقين. سيدنا عمر بن الخطاب واخد نص ماله يقول إيه؟ أصنع اليوم عملا أسبق به أبا بكر. النهارده هعمل صدقة. قام واخد نص ماله راح للنبي صلى الله عليه وسلم. خذ يا رسول الله. قال له ما هذا؟ قال هذا شطر مال. قال فما أبقيت لولدك؟ قال أبقيت له الشطر الآخر. قسمت الفلوس بين المجاهدين اللي هيطلعوا غزوة تبوك وبين أولاده. مش متوقع ان في حد ممكن يكون عمل اكتر من كده. لما جه سيدنا ابو بكر الصديق قال له ايه؟ يا رسول الله هذا مال. قال فما ابقيت لولدك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. قال فعلمت انه لا يمكن ان اسبقه. خلاص ده دول بقى والسابقون. لاحظ حاجه، ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسال فما ابقيت لولدك؟ لان الناس متفاوتون في درجه الايمان وفي التحمل. سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه النصف. طب وسيدنا سعد بن ابي وقاص اهو من الصحابه ومن العشره المبشرين بالجنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي فليرني ايكم خاله، حد يجيب لي خال زيه. سيدنا سعد بن ابي وقاص حب يتصدق من ماله كله. قال يا رسول الله اني كما ترى مرض واعتقد انه هيموت فيه، وبعدين بيقول وليس لي الا بنتا واحده وأريد أن أنخلع من مالي كله لله، أضع فلوسي كلها صدقة لله. قال لا. قال يا رسول الله بالثلثين، صدق بثلثين المال. قال لا. بشطر مالي؟ قال لا. بالثلث؟ قال الثلث والثلث. يبقى سيدنا سعد النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ايه؟ الثلث. سيدنا عمر قبل منه النصف، قدرة التحمل أكثر. سيدنا أبو بكر الصديق قبل المال كله. مش هتفرق معاه، مش هيقعد بعد شويه يقعد يأنب نفسه انا ليه عملت كده، ولا اولاده هيأنبوه. واخدين بال حضراتكم؟ قوه التحمل اعلى. هذه بقى والسابقون السابقون. الميزان السجلات اللي اتكتبت دي لما يجي الانسان يقراها يوم القيامه، اولا العلماء قالوا انها منهم من قال ده الراي الراجح انه اعمال الانسان كلها تكتب له في سجل واحد، فهو في النهاية يأخذ سجل واحد. يقول الله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقرأ اقرأ كتابك. اقرأ ده مش ربنا سبحانه بيكلفه من تكليفات الدنيا يعمل ولا ما يعملش، إنما اقرأ ده أمر تكوين. أمر تكوين يعني إيه؟ يعني أمر لا تستطيع أن ترده. أنت خلاص ما بقالكش سيطرة على نفسك. اقرأ ويبقى بيقرأ. طب الراجل ده كان أمي في الدنيا، قالوا يوم القيامة يقرأ بقدرة الله سبحانه وتعالى. لما يقرأ كتابه يلاقي في أعماله، فإذا كان من أهل النار يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا بد أن يكون من أهل النار. شايف المصايب اللي ملياه والسيئات اللي فيه، خلاص محاسب نفسه أروح أترمي في نار جهنم. طب والتاني يستبشر، وهكذا. مين بقى اللي ما لهمش سجلات عشان تنشر هكذا ويقف ياخد بيمينه وشماله؟ قالوا الأنبياء ثم الأصفياء زي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومن شاء الله أن يدخلوا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم بلطفك ورحمتك. لأنه الموقف صعب، لأنه بعد الإنسان ما ياخد صحيفة أعماله يسمع نداء فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار. تعمل ايه مع الموقف ده؟ يعني ينادى كل انسان فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار. مين اللي بينادى عليه؟ الملائكه. يقوموا واخدينه تعالى يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى توزن الاعمال. الميزان قالوا جسم لا يعلم